ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنحكي قصة برج بابل، ودي اللي موجودة في التكوين اصحاح 11. لما خرج نوح وولاده من الفلك ابتدوا ان هم يتكاثروا لدرجة ان هم ملوا المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه، فاتجهوا الى الشرق الى بلد تعرف ببلد شنعار، ودي موجودة بالعراق حاليا. وساعتها راحوا فكروا في ان هم ياخدوا الطين بتاع الارض دي، لان الارض دي كانت خصبه. فخدوا الطين بتاعها وابتدوا ان هم يحرقوه، فكونوا منه الطوب الاحمر اللي احنا حاليا بنبنيه. ففكروا في ان هم يبنوا برج ارتفاعه يكون عالي جدا يوصل الى السماء. فساعتها كان الاسباب بتاعتهم في ان هم يبنوا البرج 4 اسباب. اول واحده منهم ان هم يعبدوا النجوم اللي هي الآلهة بتاعتهم ويرضوها. 2 ان هم البرج ده يبقى طويل بيوصل للسماء عشان لو ربنا عمل الطوفان تاني يحتموا بيه. 3 كتبوا اساميهم على الحجارة بتاعت البرج عشان تفضل اساميهم مخلدة لحد دلوقتي. 4 ان هو يوصلوا لربنا فوق، وهم كانوا فاهمين غلط، لان عشان يوصلوا لربنا محتاجين القداسة. وبعد كده راح الشر كان في قلوبهم هم مش في بناء البرج. ومن ساعتها راح ابتدى اللي هو عباده الاوثان، لان احنا زي ما قلنا في اول واحده ان هم ابتدوا ان هم يعبدوا النجوم وكانوا عايزين يرضوها لما بنوا البرج. بعد كده راح ابتدوا ان هم لما عددهم كتر جدا، هم طبعا كانوا عايزين يقعدوا في مكان واحد، ولكن ربنا كان قايل لهم اكسروا واملأوا الارض، بمعنى ان هم يفضلوا يتكاثروا ويملوا كل الارض، لكن هم كانوا عايزين يقعدوا في مكان واحد. فبلبر الله ألسنتهم وخلى كل واحد فيهم راح لمكان حسب اللغة بتاعته. وكده تكون القصة بتاعتنا خلصت النهارده. باي باي.